مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أصدر جملة من القرارات على خلفية الأحداث اللي صارت في الجولة قبل الأخيرة والأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية. نعطيكم القرارات الكاملة. معاقبة المدرب المساعد لمستقبل المرصص وهيب زروق بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء ل6 مقابلات، واخطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل مئاتيه تجاه الحكم الرابع خلال مباراة نجم المتلوي. دعوة لاعب الاتحاد المنستيري محمد أمين النفزي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه على ممارسة نشاطه الرياضي على خلفية ما قام به خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة أمام الترجي الرياضي. معاقبة النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي بتوبيخ واخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة على أرضية الميدان خلال المقابلتين أمام الملعب التونسي ومستقبل سليمان. معاقبة الاتحاد المنستيري بتوبيخ من أجل رمي المقذوفات المتنوعة على أرضية الميدان خلال مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي. معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ واخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العود في إشعال ورمي الشماريخ على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس خلال المقابلة أمام النادي البنزرتي. ومعاقبة النادي الصفاقسي بتوبيخ واخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العود في رمي القوارير على أرضية الميدان خلال المباراة أمام الاتحاد المنستيري. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تفعيل بند تجديد عقد اللاعب الدولي التونسي حنا باعل المجبري لمدة موسم إضافي. عقد المجبري جديد ينتهي في جوان 2025 بعد أن كان ينتهي في جوان 2024. تجديد عقد حنا باعل هو خطوة من الفريق الإنجليزي نحو إعارته خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والوجهة المقبلة لحنا باعل من المنتظر أنها تكون ليون الفرنسي، إشبيليا الإسباني أو فرايبورغ الألماني. هذا وقام مانشستر كذلك بتجديد عقد الظهير الأيمن آرون فان بيساكا ولاعب الوسط فيكتور ليندولف، وذلك لموسم إضافي كذلك. نهار الأحد باش تلعب مباراة الكأس الممتازة لموسم 2022-2023 بين النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي، مقابلة باش تتلعب على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الأربعة متاع العشية. من جانب ليتوال المهاجم أصيل الجزيري باش يغيب على المقابلة هذه. في المقابل تشكيلة الأولمبي باش تشهد عودة اللاعب لامين با. نحكي وهوند المنتخب الوطني أكابر انهزم البارح في الليل وديا أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35-26 في المباراة اللي أقيمت في قاعة هال بمدينة نونت خلال تربص تحذيري بفرنسا. وتندرج المقابلة هذه في إطار تحذيرات منتخبنا الكان مصر اللي تنطلق نهار 17 جانفي الحالي. المقابلة الودية المقبلة لمنتخبنا في برنامج تحضيراته باش تتلعب غدوة مع ماضي ساعتين أمام البحرين. نختموا الروبريك متاعنا بكرة القدم العالمية. نعطيكم برنامج أبرز المواعيد أبرز المواجهات اللي باش تتلعب اليوم. في الكالتشو الإيطالي 9 غير ربع بولونيا يستضيف جنوا. في الفا كاب 9 متاع الليل توتنهام يستقبل بيرنلي. بالنسبة للمنتخبات اليوم باش تتلعب بعض المقابلات الودية تحضيرا لكأس أفريقيا. من أبرزها ماضي 3:30 بوركينا فاسو تواجه إيران، و9 متاع الليل الجزائر تلعب ضد التوغو. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على سيت tunisianumerique.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي ناس الكل.